ما عطيناش الوليد الكراكي حقه باش نحتفلوا به واحد من اهم المدربين في تاريخ المنتخب الوطني، وما عطيناش السي محمد وهبي حقه في واحد اللحظه تاريخيه اللي تعين فيها. التعامل مع محمد وهبي اون جينيرال ما كانش عاجبني انا بيرسونيلمون. علاش؟ لانه اول حاجه عيناه مدرب ديال اليو 23 باش يلعب الالعاب الاولمبيه لوس انجلوس 2028 ياك. ديجا حنا افون 3 زون فرينا ليه لا كارير ديالو وقلنا ليه اوب انت ما غدير والو، ما غتمشيش تدرب منتخب كبير فرقه كبيره غتبقى باش هذه اولا. ثاني حاجه بحال درنا بلون دي، قلنا راه كاين محمد وهبي اتفقنا معاه تفاهمنا معاه، نمشيو نجربوا سان باولي، نمشيو نجربوا اكس، نمشيو نجربوا ايغريك، نمشيو نجربوا زد. هذا بالنسبه لي كان انتقاص من حتى لاخر لحظات. واحد 48 ساعه قبل خرج سان باولي قال لهم انا كان عندي اتفاق مع الجميع، غير السلطه شنو وقع؟ فضعت. الوغ كنت 48 ساعه باقي ما اتفقتيش مع محمد وهبي بحال كانه ما عطيناش. وانا متاكد انه ان شاء الله غادي يرد لهم هذا الدين هذا ديال ما عطيناهش قيمته الحقيقيه كمدرب وطني. راه بزاف المدربين بابتياو مثلا راه كان في مدرب منتخب شباب ومشى للمحلي وداز المنتخب السنغال الكبير. الموديل اللي حنا بغينا نتبعوه ديال المنتخب الاسباني ديال لافوينتي حتى هو جمع المنتخبات السنيه كاملين وشد منتخب سباليون الاول. غير حنا ما خصناش نبقاو نحقروا الكفاءات ديالنا ونعطيهم قيمتهم كامله.